عيدكم مبارك مشاهدينا الكرام مستمعينا الأكارم، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج عيد وعادات من هنا من محافظة تعز. أهلا ومرحبا بكم. كثيرة هي العادات والتقاليد مشاهدينا الكرام مستمعينا الأكارم التي نحكي عنها، نسلط الضوء عليها طبعا في برنامجنا عيد وعادات، لننقل لحضراتكم، لننقل للعالم أجمع الزخم الكبير الذي تعيشه الكثير من المحافظات اليمنية، الكثير من المديريات، الكثير من العزل، الكثير من القرى والمناطق تعيش تلك العادات والتقاليد، وتعيش ذلكم الموروث الحضاري والثقافي والشعبي الكبير، خصوصا خلال أيام وليالي العيد المبارك. باسمكم جميعا المشاهدين الكرام والمستمعين الأكارم، أرحب بضيوفي الأعزاء في هذه الحلقة وفي هذا المساء البهي، طبعا الأخ مختار الجرادي، حياكم الله. أهلا وسهلا. الله يحييك. العيدين كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. أهلا وسهلا. وأيضا الأخ حسين الحجازي، حيابك، كل عام وانتم بخير. أرحب. والأخ عاصم الحسيني، حياكم الله، كل عام وانتم بخير. حياك الله سيدي وأبقاك، وكل عام وأنتم بخير، وحللتم سهلا مرحبا في محافظة تعز. حياكم الله. أهلا وسهلا. أيضا محمود الأشرف، حياكم الله. أعطي الأخ المايك. من العايدين كل عام وأنتم بخير. حياكم الله وأنتم بألف خير إن شاء الله. أهلا وسهلا. عيد مبارك إن شاء الله عليكم جميعا، علينا وعليكم جميعا وعلى الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله. يا رب. أهلا وسهلا. أعطي الأخ العزيز محمد صالح، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير إن شاء الله، وجميع الأخوة الحاضرين وجميع المشاهدين في ألف خير وصحة وسلامة، وكذلك كل أبناء الوطن اليمني في صحة وسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. وحاج ولا عريس؟ حاج إن شاء الله. حاج إن شاء الله. حيا بك، حيا. تفتجع؟ لا مش كذا، بس نشتاق للحق. نشتاق على الحق أكثر يعني. يلا خير إن شاء الله، ربنا يبلغنا جميعا هذا المراد. حج بيت الله الحرام الأستاذ خليل أحمد قائد، حياك الله، كل عام وأنتم بألف خير، ونشكر قناة الهوية وكل عامليها وطاقمها وإدارة القناة الهوية إن شاء الله، ونحيي الأمة العربية والإسلامية ابتداء بشعبنا اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله. وأنتم بخير إن شاء الله وصحة وسلامة. كما أرحب بالأستاذ عبد الباسط عبد القوي، حياكم الله. الله يحييك. أهلا وسهلا. من العايدين كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير، والأمة العربية والإسلامية بألف صحة وعافية وخير إن شاء الله. حياكم الله. الأخ عبد الله الشعبي، حياكم الله. قرب المايك. وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير، صحة وسعادة إن شاء الله. حياكم الله جميعا. الأمة العربية والإسلامية بالخير، ونقول لشعبنا اليمني إن شاء الله النصر القريب، فما علينا إلا أن نصبر، والنصر إن شاء الله قريب. فحللتم أهلا ونزلتم أهلا في محافظة تعز. حياكم الله. طبعا احنا كيمنيين، والكثير من العادات والتقاليد هي تحضر اليوم في عيد الأضحى، وكما تحضر أيضا في عيد الفطر المبارك. شعب اليمن يصنع الابتسامة في أعياده وفي أفراحه، طبعا رغم الجرح ورغم ما تمر به البلاد من ظروف صعبة. أبدأ مع الأستاذ مختار، حياكم الله أستاذ مختار. الله كيف حالكم؟ يحييك. أخباركم كيف العيد؟ كيف والله طيبين، والعيد إن شاء الله. احنا بنحكي على العادات والتقاليد التي ما زال معمول بها لليوم، التي اندثرت، نحيي ما اندثر ونسلط الضوء على ما هو واقع اليوم. أبرز وأجمل وأحلى العادات والتقاليد والله العادات والتقاليد القديمة في العيد بالذات يعني كانت ممتازة جدا، من حيث أولا كنا نستقبل العيد، كانوا أبوتنا وجدودنا عندما يجي العيد ضروري أول حاجة كانوا يجهزوا لنا، عندنا إحنا أطفال يجهزوا لنا الحنة، نتحنى جميعا، ليدنا نحنى شعرنا قبل العيد بيوم، يعني قبل العيد بليلة العيد الكل يتحنى، يعني يحنوا عيد رمضان ولا عيد عرفة؟ بالكل بالعيدين.
يعني من رجال ونساء الكل يتحنى. هذا حنا يقول لك عاده لا ما حنا ما فيش عيد. كذلك عند من العادات انه يجي التاسع. الحين ما عبش هذا خلاص زلقه الان قانون يدوا الاصدقاء وعملوا وحنا قبل انا النسوان فقط، الرجال ما كان يتحناوش. ما كان شعيب ولا شيء يعايبه؟ لا ما كان شعيب، كان يمكن كان يعايبه على اللي ما يتحناش. لا نحن نضحك على انما معاهنش حنا نرجع ندي لهم حنا اللي معاهنش اذا ما فيش باليد. كان كل واحد يبكر يعلم بيده بالحنه حقه. ثانيا حاجه صاحب الطاسه اللي يضرب ضروري يقزع فوق البيوت، فوق البيوت يضرب يذكر الناس انه في عيد وان المزينه ليله العيد قبل ما يطلعوا الناس المصلى يجي هو في الليل يمسي يضرب مسافه فوق بيوت الناس. يعني بيت الشيخ فلان، بيت الشيخ فلان، بيت الاستاذ فلان، كلهم هو يضرب والناس يقرحوا بالطماش فوق البيوت كلهم. معناته بكره الصباح الكل بالجبانه، الكل يصلي عيد، ما فيش حاجه يسيبوه بالمسجد، الكل يخرج. كنا نخرج مع ابوتنا نقزع من طريق رجعنا من طريق. كنت اساله يا جد ليش نقزع من طريق ورجعنا من طريق؟ قال يا ابني ذي سنه. بعد ما نرجع على طول من العيد يجي وقت الظهر قالوا مولد الخمسه. كنا نستغرب قل له ايش مولد الخمسه يا جد؟ ايش مولد الخمسه يا ابا؟ قال هذا مولد الخمسه ما جاري. قال ولد الخمسه هذا بيت النبوه بيت رسول الله. قلت له مالي طيب حدد لي من هون الخمسه. الان الناس ما هم دارين من هون الخمسه. كنا ما نبدا بالعيد وقت الظهر ما نبدا لو جمعنا الناس والجيران يقولوا يعملوا مولد الخمسه اللي هو الحسن والحسين وعلي وفاطمه. هل الكساء هل الكساء. في احوال جدي يعني طرح حول قال هذا الحول نصيبه كله لاهل الكساء، وهذا اذا في مولد جاء مولد الخمسه يكون نصيبه من هذا الحول، والحول ما زال حتى الان يعني وقفوا لاصحاب الخمسه فقط. يعني كان عادة ممتازة، كان العادات ممتازة. كذلك عندما وقت الذباحة المساكين مواقيد أو ناس مرتصين يتبع الثور يندل لهم لكل واحد لبيته يزوروا. يعني في الليل كنا كل واحد يجي كان الأب قال يا ابني زر الجيران حقك معهم بدلات. كنا نتباهي بالبدلات، أنا شو بدلتي لعند بيت الجار معكم مثل ما هذه البدلة. وإذا قالوا ما معاهمش لا خلاص انت يا ابني ما تلبس الا اذا لبسوا ظن الناس. قلت له ما ضاق بدينا شي نبكي شي نصيح. قال لك لا ضروري الناس هذا يلبسوا. فكانوا اكثر ما ينظروا كانوا بوتنا اغلبهم بالسعوديه يروحوا من السعوديه الكل يوزع البدلات للناس كامل للجيران الكل يلبس. كان يعني في رحمه في عادات يعني واحد انه يفتخر بهن العادات السابقه والله. بينما الآن العادات إيش من عادات؟ يعني رقصات بالشوارع إيش من عادة هذه اللي الآن؟ كان العادة السابقة يفتخر بالأب والجد. ليش ما حافظتوا عليها؟ ليش ما تحافظوا عليها؟ والله بما أنه كنت تسأل يا جد يا جد يا والله جد كنا والله لحتى الآن كنت توارثوها تحافظوا عليها حتى اليوم. حتى على مستوى كلامهم كان عندهم إذا طلعت النجمة قال هذه كذا يا ابني. الله قال ما خلقش هذه النجمة. قلت له ليش؟ قال انا مش اصلي اذا طلع النجمه نجمه المغرب. قال ليش الله انت؟ هذه اسمها نجمه المغرب وهذه نجمه الصبح. انا مش اصلي اذا طلعت النجمه. والاذان قال في اشاره كانوا يعني معاهم اشياء. نجي الان ننصح قال لك يا ولد هذا العهد القديم ما عليك منه، هذا العهد واللي وصار يا جماعه ذاك العهد هو الصادق اللي كنا نعيش به. حتى ايام عرسك كان يجي الاب وقال لابنه خطبت لك بنت فلان، ما تقولوش يا بليش انا مريتيش او انا ما شفتيش، ما تساله انا زوجتك بنت فلان. خلاص ابوك معناته انتقي لك بنت فلان هي زوجتك. تصير عندهم تخطب كل شيء ما ليش ادخل اشوفه. هذا ما هلش كان كلمه ادخل اشوفه. اما الان يكسر لك راسك ما فيش ما تشوفش اليوم عرسك يوم ما تجي تتكي يوم ما يروحون لجنبك انت شوفه ولا ما تشوفه. ليش؟ قال لك هذا اصول العرب اصول كذا. ايش اللي يبني انا لما ادخلك انت هذه البنت تتصور ولا ترقص وانتوي قدر الله ما حصلش العروس او ما عصبرش العروس شبكت تبهدل ببناوه الناس عندهم قال عار وعندهم شرف. فكان يعني تتزوج من ذاك ويحددوا لك الشرط. واذا قال لك مش هم البياس
كان تجي عند الرجال يقول لك مش هم البياس، كيف تحفظ عرضي، كيف تحفظ كذا. لكن الآن الناس همتهم كيف بنترد سلعة هي بمبلغ كذا كذا، المهر كذا، أمهات شيء كذا، عمها شيء كذا. يعني ما تقدرش تتزوج. كانت يوصل المرأة والطبالين اليوم والمزاينة أمامه، وهذيك تسير حبة حبة. وكان إذا المزين يعني سبقه قليل، لا العروسة توقف ما تقدرش تمشي إلا يرجع يضرب أمامه وخطوة بخطوة، يعني تمشي حبة بحبة. كانوا زمان جدتي الله يرحمه قال يا ابني بعرسي عملوا لي حتى ربالات، يعني من هذا المطاط من أجل المش ما أسرعش بسرعة. ليش؟ قال هكذا خطوات متزنة موزونة محسوبة حتى متزنة. وعادك متزوجش إلا بالساعة اللي قال بالولي. هذا الولي يعني ينتمي لبني هاشم، يتخير الساعة يعني يحدد لنا الساعة، أي الساعة المليح يومه نروح هذه العروسة. العادة هذه ما أيوة يوم هذا الحين ما عبش ما بش والله. يجي يروح ذاك تصير العروسة توصل الكبش موجود، تذبحه له وسط طاوة كبير، تخلي الدم يمشي له وسط الطاوة ذي، هي تجزع تدعس وسط الطاوة، يعني تدعس الدم هذا. إذا ما تدعساش أو نك جنب خالتك وأمك وعمتك تمسك رجله بالصميم تدخلها بين الدم تدخل. ليش؟ معناته ضروري تدعس الدم، تدخل لعندك ضروري تدعسه بالرجل. وكان يا ما بعد لو ما دعستش بالرجل يبدأ يتمعصصين، ضروري تدعسه أول ما تدخل. كماش تسبقك يكون أبوك كان أبوك كما يا ابني دي زوجتك تشتروا، كماش تجي وش تسبقك وش تدعسك يبدأ أنت تدعسه بالرجل. هذه قل العادة. ما بعد كنا نعمل مثل ما يطبقوا لنا أهلنا، كان عادة ممتاز. وبعدين كان الناس أغلبهم يتزوجوا في العيد. خلاص تمام، خلينا فيما يتعلق دخلنا في موضوع الزواج أيضا وأبرز العادات والتقاليد، وهي تكون حاضرة في العيد أو في غير العيد. أتكلم مع الأستاذ طبعا الأستاذ خليل أحمد قائد، حياكم الله، من العايدين كل عام وأنتم بخير. سمعت الخبير يعني مختار ما شاء الله انطلق من أول الحديث والنقاش حول العادات والتقاليد التي كانت معمولة وحاضرة بالعيد، وهو يتحسر أنه راحت هذه العادات الحزينة والموروث الحسن لليوم. بالبداية والله إن أنا حتى تعجبت من كثرة ما قال في ما هو موروث عن الآباء والأجداد من عادة التقاليد، إلا أنها اندثرت وغابت بغياب هناك كان وسائل تحفظية مجتمعية. حينما كان الشيء موقوف على الأسرة والمسجد والمعلم اللي يقال لها المعلامة، فما كان موجود وسائل تواصل واتصال بالعالم الخارجي وتثاقف ومثاقفة وتناقل أشياء، يعني عادات خارجية باسم التقدم والحضارة الذي ضيعت كثير من الموروث الشعبي والتراث الحضاري الكبير اللي كنا نمتلكه. حالا الآن أمتنا ومجتمعنا يعيش في عالم مفتوح وحر. الشبكة العنكبوتية لعبت دور كبير، غيبت في اندثار الكثير من العادات. غيبت أشياء كثيرة مما هو متوارث عن الآباء والأجداد، وإلا أن هناك الكثير من هم متمسكون ببعض الآثار، يعني بعض العادات والتقاليد ولا سيما الحميدة باقي منها، وما كانت بمعنى سخيفة أو ليس لها يعني أثرها الكبير، غابت عن المجتمع وما كانت لها مثل متعمقة في طبائع الناس وفي ما هم متمسكين به، سواء كان في المجال الديني أو أيضا تحدث عن عادات هي مرتبطة بمناسبة العيد، يعني وإذا شافها أحد يعني يقولها عيد. الحنة نعم، الحنة كان من مظاهر العيد. التناصير التي توضع على الجبال، على البيوت، الجبال وعلى الأسقف فوق البيوت. وكل مجتمع أو قرية أو عزلة لها خصوصيات يعني مميزها بأشياء قليلة عن بعضها. تمام. من ضمنها كما تحدث هو مثل في الجبل، ونحن في المناطق التي هي واطئة تجد أنه هناك أشياء ما هي موجودة عندنا مثل، إلا أننا مشتركين معهم بأشياء كثيرة.
من ضمنها الاشتراك يأتي في الألفة، المحبة، الحفاظ على هذه العادات والتقاليد. حلو وجميل أنه البلاد زاخرة بمثل هكذا عادات الحمد وبمثل لله. هكذا يعني. لا زال التنوع جميل، لا زلنا وهذه ميزة مكتسب، ولدينا مخزون تراثي وحضاري كبير ما شاء الله. لا زال يقسم وسيقسم للأجيال القادمة. أنا أشكرك جدا. نذهب للأخوة طبعا الشبل حسين الحجازي والأخ مختار الجرادي، طبعا عاصم الحسيني وحسين الحجازي. أعطي الأخ المايك. كيف أنتم، أخباركم؟ بخير وصحة وعافية الحمد لله. حياكم الله، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. الله يحييك ويبقيك. حديثنا عن العيد والعادات والتقاليد. الشعر يكون حاضر في العيد، القصائد حاضرة، الموشحات حاضرة، النشيد، السماع كله أيضا حاضر في العديد من المناسبات، وبما فيها العيد، عيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك. الكلمة لك وللشبل حسين أيضا. إيش اللي ممكن تقدموه لنا ونحن في عيد أضحى مبارك؟ ما هي أبرز القصائد التي تحضر، أبرز الموشحات، أبرز الأناشيد التي تكون حاضرة في مثل هكذا أيام مباركة؟ تفضل. عيد الأضحى أو عيد الفطر هو يعتبر من الأعياد الإسلامية الذي ميزنا الله تعالى بها. فالحمد لله أنه في عيد الأضحى يعني، وخاصة أنه يحضر في العشر الأول من ذي الحجة، تميزت العشر الأول من ذي الحجة بأن اكتمل أركان الإسلام الخمسة فيها، تمام، بالشهادتين، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وفيها حج البيت أيضا. يعني فيها الصيام كما تقول النافلة. الصيام هي عبادة، الصلاة أيضا، الذكر، نعم، الشهادتين. ولهذا العلماء فضلوا عشر الأول من ذي الحجة كأفضل عشر الأواخر من رمضان لاكتمال أركان الإسلام الخمسة في عشر ذي الحجة، وهو الحج، بتواجد الحج فيه. فنحن اليمانيون وآباؤنا في عشر ذي الحجة نبتهج بكافة أذكار الصالحين، ذكر الله والعمل الصالح والموالد والقصائد التي هي في خاصة بالصلاة على رسول الله، وأيضا باستقبال الحجاج وتوديع الحجاج، وبالموالد، كون الفضل كبير وأكبر في هذه المناسبة. وفيها أيضا تتعدد المناسبات بكثرة، فكثير منا حتى بالنسبة زواجته، خطبته، تخرجه أو ما إلى ذلك، هذه المناسبات أكثرها تجتمع أو يفعلها الإنسان بالطبع في العيد، عيد الأضحى المبارك. نعم، ولأنها مناسبة عظيمة تكتمل فيها الفرحات بأجمعها. بالإضافة إلى ذلك نحن كمنشدون أو كمنشدين أيضا، أنه في أيام الموالد أو القصائد في العشر الأول من ذي الحجة، وأيضا مثل ما قال الأستاذ في مولد الخمسة، نحضر ونعطي السماعات ونعطي القصائد الإيمانية وصلوات على رسول الله. يعني من أبرزها مثلا في الشوق إلى بيت الله الحرام، نذكر منها. نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى عرفات الله يا خير زائرين، عليك سلام الله في عرفات، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف يا الله والبركات. فلما دعوه كان أقرب منهم
يسيرون من أقطارها وفجاجها وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم ويعدن به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم فأشهدكم إني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا فبشراكم يا هلا إذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم يا حي يا قيوم. أحسنت، جميل جدا. طبعا هذا ما يقال طبعا في المجالس العيدية. نعم، خصوصا عيد الأضحى، بما أنه حديث عن الحج وما حج وموقف عرفات والابتهال لله سبحانه وتعالى، وخاصة حينما نجتمع أيضا في أيام 10 ذي الحجة باعتبارها أيام عيدية ونجلس في المجلس، فيكون هذا السماع كذكر لله تبارك وتعالى، وأيضا تأثير للناس بإزهار الطمأنينة والروحانية والصلاة على رسول الله، ثم يبدأ بعده شلة مباركة كصلاة على رسول الله، وأيضا بعد ذلك المولد الذي هو معروف عند اليمنيين، والذي يكون فيه القيام والترحيب برسول الله، وتتخلل فيه أيضا بعض الكلمات الذي فضل العيد وفضل أيام ذي الحجة والحج وحجاج بيت الله واستقبالهم وما إلى ذلك. شكرا لك. هذا من الناحية الدينية طبعا والموروث الديني اللي هو حاصل اليوم. الأستاذ الأخ عبد الباسط طبعا عبد القوي، حيا بك. الله يحييك. احكي لنا عن عادة وتقاليد انتم تعملوها في العيد. يعني شوف، احنا حكينا عن الموروث الديني، عن النشيد، عن السماع، عن التواشيح. الأخ والأخ أيضا تحدثوا عن عادات وتقاليد كانت موجودة واندثرت، والكل يتحسر أنه راحت وما حافظنا عليها وما نعمل بها حتى اليوم. احكي لنا أنت عن عادات وتقاليد، أنت كيف عشت هذه العادات وهذا الموروث منذ الصغر، يعني مع كل عيد؟ ممكن هل ما زلت تتذكر يعني محطات، مواقف، حاجات؟ أكيد. لو قلنا ننظر للعيد لو وصورناه كلوحة فنية إبداعية، الكل ساهم وشارك في رسمها. من اللوحة دي نشوف في وسط اللوحة يزينها الأطفال بفرحتهم وملابسهم وابتهاجهم بالعيد، وفي إحدى زوايا هذه اللوحة نرى كبار السن والوقورين والناس يلفوا حولهم لينالوا بركاتهم والسلام عليهم والدعاء لهم. في الزاوية الأخرى من زوايا هذه اللوحة الجميلة، لوحة العيد، نرى الشباب يحتفلون في وسط ساحة القرية مجتمعين مع الطبول والرقص والاحتفال والابتهاج بالعيد. ثم هناك آخرين يذهبون للجبال للصيد والرمي وتعلم القنص. في الزاوية الأخرى من زوايا لوحة العيد نرى النساء الأم هناك في مطبخها تعد جميع أنواع الطبخ وحلويات العيد. البنات يشاركن في فرحة العيد بتنظيف الأطفال
والاهتمام ورعايتهم والزيارات. لوحة جميلة الكل يساهم ويشارك فيها. أنا في عهدي في صغري كان في مساء العيد لصباحة العيد الأطفال كانوا نلبس الملابس مش يوم العيد، في ما قبل ليلة العيد. جرب ها؟ جرب عيد عشان نقرب نلف على كل بيت كل سلام، نشارك الناس بملابسنا ونرويهم ماذا لبسنا ونسلم. والناس كانوا يحاولوا يجمعوا الرماد من القرى ثم يعجنوه بمادة الديزل أو الغاز الكيروسين ويعملوا على شكل قباب في سقوف القرية ويولعوا. عشان يولعوا. قبل العيد بشهر كان الأطفال يحاولوا يجمعوا الأحطاب من قبل العيد بشهر علشان كل قرية تحاول تتباهى من أكبر قرية جمعت أحطاب علشان يولعوا ويشعلوا شعلة العيد. كانت إذانا بالدخول وقدوم العيد وفرحة. البيوت كانت بيوت هل ترابية. ما زال هذا الشيء معمول؟ البيوت كانت ترابية. ما زالت صح؟ البيوت كانت ترابية، ما كانش في وجود الطلاء والأرنج. كانت النساء من قبل العيد بشهر تجمع التراب وتخمره وتحاول كأنها نفس تجديد الطلاء الحديث، لكن كانت الطلاء بتراب مادة التراب والقضاض. طيب التناصر هذه موجودة ما زالت؟ التناصير ما زالت موجودة بس تغير من الأحطاب إلى الإطارات. أصبح اللهم أنه الشعلة يعني موجودة، رغم أنه الثقافات دخيلة على المجتمع اليمني، لكن ما زالت بهجة العيد واحتفال بمراسم العيد ما كانت موجودة، ما زالت حاضرة حتى اليوم. البهجة هي البهجة، لكن هناك بس العادات والتقاليد اللي راحت نتيجة الثقافات الدخيلة على المجتمع اليمني، وخصوصا ما يشاهد في التلفاز أثر على المجتمع ثقافيا وأخلاقيا وقيميا. هذا هو سبب رئيسي طبعا. طبعا أعطي الأخ عبد الله الشعبي، حياكم الله من العايدين، كل عام طيب. قرب المايك لو سمحت واحكي معنا حول العادات والتقاليد هذه التي اندثرت والأسباب التي أدت إلى هذا الاندثار وهذا الاختفاء، وهل ممكن احنا نحافظ عليها من جديد، نحييها من جديد؟ بالنسبة يعني لمواسم الحج أو العشر الأولى من ذي الحجة، نحن كمسلمين ننظر إليها بنظرة أنها أرض خصبة لزرع الحسنات في هذه الأيام وفي موقت الحج. يعني بالنسبة لي فنشعر نحن كمسلمين بأن هذه العشر الأواخر أو في أيام الحج بالذات أنها أرض خصبة لزرع الحسنات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكنا نعيش مع آبائنا وأجدادنا يعني ونستلهم منهم ونأخذ منهم أشياء دخلت في أرواحنا وفي صميم قلوبنا، يعني بعضها ما زلنا محتفظين فيها حتى الآن، والبعض الآخر اندثرت وراحت علينا بسبب هناك ثقافات جديدة أو دخيلة علينا، يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويعني راحت علينا. والبعض الآخر من العادات راحت علينا لأنها كانت مكلفة، فبعض الناس والأشخاص لا يستطيع أن مثلا يقوم بها، خاصة بوجود الآن أزمات الحرب ووجود يعني دخل الفرد قليل، ما عنده استطاعة أنه يواصل ما كان عليه الآباء والأجداد. فنحن في أيام العيد كما أشرنا أن هذا الوقت يعني نستغله في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يحصل خلط ما بين فرحة وتقرب. فنستغل العيد أحيانا في وجود زواج كثير من الشباب يتزوج، والبعض الآخر في أيام العيد والبعض الآخر يقوم في خطبة، يعني الآباء تشتاق إلى أن تزوج أبنائها حتى وإن كانت النوايا كانت موجودة قبل دخول العيد. فهناك كثير من الآباء يشتاق عندما يرى الفرحة، البهجة، اللمة، الحضور، حضور الأحبة، حضور الأهل، حضور شخصيات اجتماعية يعني تتشرف بحضورها. فهنا تأتي يعني يعني الإجابة من الآباء للأبناء، فيقوموا بالمشاورة وأحيانا في الخطبة لأبنائهم وهكذا.
هناك بعض العادات الذي كان يتحدثوا عنها، كانت بعضها عادات طيبة وجميلة، ونحن متحسرين على بعضها أنها ذهبت، وبعضها كانت غير يعني أصلا ليس لها أصل. أيوة يعني أيوة ليس لها، وبنفس الوقت غير مشرفة ولا راحت، نحمد الله أنها راحت. أما البعض فيعني زعلانين إحنا عليها كما أشرنا، لكن إن شاء الله أنتم تعقدوا العزم أنه نتمسك بالحاجة الأصولية. نعم، الحاجة تعيدوها التي نفتخر فيها بين الأمم وبين الحضارات. يعني تكون عادات قبلية وأسلاف وأعراف قبلية محترمة، نستطيع أن نتفاخر بين الأمم بين الحضارات بموروثنا التراثي الإسلامي العربي. نعم. انتقل بالحديث للأخوين طبعا محمود الأشرف ومحمد صالح. الأخ محمود حيا بك، من العيدين كل عام وانت طيب إن شاء الله. تتذكر لنا موقف ولا شيء كذا عشته أنت في طفولتك أيام العيد؟ موقف طريف، موقف ما زال مخزون بالذاكرة يعني ما تنساه لليوم، أي موقف كان؟ ذاكرة فرمتها كامل الأولى. تفرمتها؟ يعني كل ما فيه إنه فرحة الطفولة. خاصة عندما تشوف الملابس هذه الفرحة ما حد ينساها يعني، خصوصا الأطفال يعني. قال ما يرقدش. ويلبسها 3-4 مرات بالليلة يعني. نعم، يقرب يعني ممكن واحد بالليلة 2-3 ويجلس منتظر الصباح، يعني ما يرقدش عشان ايش اللي بيجنيه الطفل في العيد؟ ايش بيحصل؟ ايش بيحصل له؟ ايش بيحصل؟ يحصل الفرحة الفرحة هذه مفروم منها يعني. هذا فرحة. يعني شيء مادي ايش؟ مثل ايش؟ مثل الأقارب عندما يروح واحد يعاود عليهم وتسلم عليهم، تأخذ يعني الراحة النفسية، وهذا يجيب لك مبلغ وهذا يجيب لك كذا. العواد، الهدايا منهم، الهدية. نعم. الهدايا اللي تحصل منهم. وكذلك الفرحة لما تروح تصلي الفجر، يعني صلاة العيد لما تروح مع الكبار وانت منتظر يعني يقوم الصلاة، وبعدين يرجعوا يتسالموا، وبعدين تروح عشان تزور الأقارب يعني شوف، هدية العيد لها وقع خاص يعني. نعم. وطعم ثاني. نعم. حتى لحمة العيد لها طعم ثاني، لها طعم آخر. نعم. جعالة العيد لها طعم آخر. نعم. العيادة والعوادة هذه لها طعم آخر يعني في أيام العيد. نعم. قد تحصل هذه الأشياء في أيام عادية بس لكن ما بش لها الطعم الذي يحصل، مش نفس الطعم، نفس الفرحة التي تكون في العيد. لأنه تتجمع الفرحات من كل جهة. طيب الأخ محمد صالح حيا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. وعريس الجميع إن شاء الله. حيا بك. كيف أنت؟ كيف أمورك؟ كيف والله العيد؟ تمام نحمد الله. سمعت الكل يحكي عن العادات والتقاليد وجمالها وحسرة على اندثار الكثير منها، لكن الرسالة اليوم التي ممكن نحن نوجهها لأبناء المجتمع، للجيل الصاعد، لأبنائنا، لإخواننا، من أجل الحفاظ على هذه العادات. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا من ضمن التوصيات التي نوصي بها أبناءنا ومجتمعنا اليمني أن يحافظوا على العادات الحسنة، وأن يبتعدوا عن العادات السيئة التي لا توافق القيم الملائمة للمجتمع اليمني. فهناك عادات وتقاليد حسنة وقد ربونا آباؤنا وأجدادنا عليها، ومن ضمن هذه العادات منبعثة من ديننا الإسلامي. نعم. كالتصافح بين المسلمين أو التسامح والتصافح، وكذلك العطف والإحسان إلى الجيران وإلى الفقراء والمساكين، وكلها تعتبر عادة ملتزم بها المجتمع اليمني بشكل عام. شوف السلام لما يحصل بعد الصلاة، أيوة، صادف يعني تسلم على شخص بينك وبينه كان شحنة ولا بغضاء ولا مشكلة ولا خلاص تنسوها هذاك الساعة. نعم. طبعا من ضمن التوصيات التي ذكرناها أن يحافظوا على هذه العادات الحسنة. نعم. وقد كانت موجودة من قبل طبعا، وقد كنا نلتزم بها في طفولتنا حتى،
وقد ربونا آباؤنا على ذلك، بحيث أنه في ليلة العيد كنا نلبس الملابس الجديدة ونجتمع الأطفال بأكملنا، ثم نمر على كل بيت من البيوت الموجودة في القرية من أجل السلام ومن أجل التصافح، وهذه تربية حسنة ربوها. أيوة، فهذه كانت يعني موجودة من قبل، الآن تقلصت. الأخ مختار، كنت تريد أن تحكي عن الزواج والله وجدتها. أنا أقول لك ذكرتنا. أيوة، ذكرتني اليوم بالذات، اليوم ذكرتني بجدي إن أنا أترحم عليه مليون مرة. رحمة الله عليه. يعني العادات اللي كانت قديمة ما زالت، بس في الثقافة المغلوطة الآن اللي دخلت على المجتمع يغير الشخص نفسه. كان إذا بديت العاشر من ذي الحجة ممنوع واحد يحلق. احترم مشاعر الحجاج، وبتحلق اللي يشتي يحلق قبل. أما لما يبدأوا الناس يصوموا، يا ابني احترم الحجاج، ترفع شعرك. كانت شعرك إذا طرحته بالأرض ارفعه، خبيه بمكان. ليش؟ احتراما للحجاج. لكن الآن توجد يوم العيد أو ما قبل العيد أو ما قبله، والناس كلهم عند الحلاقين، لا احترام لمشاعر الدين ولا مشاعر الله عز وجل اللي قال به بالقرآن. هو لمن أراد أن يضحي فليمسك يعني. تمام. بس الاحترام، شوف الآباء والأجداد كانوا يقدسوا الحاج هو في مكة. حتى بعضهم يعني في حلقة من الحلقات احنا بنحكي انه قال بيطلعوا لها جبل في القرية، هو الأسرة يعني في يوم عرفة، وابتهال ودعاء والمسكين يجي على ومشاركة الحجاج وقوفهم في عرفة. كان دائما يجي على مساجينان يمسي عندكم على يعني يجي اللي هو ذاك يدق على الباب ويمسي ويضرب بالطبل، ضروري تجهز له حقه. هذه ليلة العيد. ليلة العيد يجي المساء واحد يسمونه اشتهام منك باللحن بالكلمات. على مساجينان مسي عندكم على مسا واعطونا من خيركم. فكانوا كل الناس يقوا وخرجوا لهم للممثلين هذا، يقوا من قرى ثانيات لعندنا من أجل المساء، تعطوا ملابس، تعطوا لحمة، تقول له اللحمة حقك باكر نحن نذبح بمكان فلان. بعدين اللحمة كان له طعم، ولازم هؤلاء الأطفال صح يروحوا أيوة يمسوا، كل واحد يمسي جنب بيت واحد، يعني كان يجي يمسي من أجل يعطونه، من أجل يعطونه الحاجة. كذلك حتى لقيت على مستوى اللحمة كيف كانوا أباتنا وجدودنا. اللحمة دي خلاص يأخذ اللحمة وطرح نص كثيرة ملح ورابة بين الملح وقطع يشرره وعلقه لمدة أسبوع أسبوعين، تجلس تأكل منه ولا تتغير ولا صح. الآن إيش اللي تغير؟ والثور ذاك هو الثور، واللحمة هذيك اللحمة كان عندهم خبرة، كان نيتهم طيبة كذلك. حتى على مستوى العروس عندما كانت عروس تقول لي ليش يتزوجوا في العيد؟ كان الإنسان عندنا اللي هو حالته تعبان يقول له أجل زواجتك للعيد. ليش أجل زواجتك للعيد؟ لثاني العيد أو يوم العيد أو ثالث العيد، لأن الناس كلهم معهم ما لحمة، هو معش يذبحش، هو ما يذبحش. هذا الغرض في تكافل يعني. أيوة هذا الغرض، في تخفيف يقول له خلاص أنت بناك ما دام إنما معك نأخرك لا يوم العيد نزوجك، وش تحصل لك بياس اللي كانت شولي تذبح به وتعمل به شندل لك هي، خلاص كل واحد معه لحمة. كانوا الناس بهذه الطريقة بيحسبوها حسبة، يعني يحسبوها حسبة. أنا أقول لك يحسبوا إنه ذا يأخرونه ليوم العيد، لأن هذا الناس معهم يعني أشياء ومعهم أشياء. في عادات وتقاليد كذلك. الشقر إذا كل واحد فوق بيته شقر لا يوم العيد يقطف الشقر يوزع الشقر على، والرجال يعمل الشقر بيجيب والله لا عملت الشقر بجيبك يضحكوا علي. اللي هو المشقر كان تراث، كان يبتعك الربطة سعادة ب500 ريال ب200 ريال. تعزي بلاد المشاقر. الآن أنهن المشاقر كانوا يقلعونه حتى من بين الزرع، كان له رائحة طيبة والناس يتعاملوا به يطرحونه حتى عند النوم يطرحوا فوق الفرش من أجل يجلس يشم حقه مشهور. يعني والله العادات هذه لابد نحن يعني نرجع إليه، لكن الآن مو نعمل شباب تجي تحاكوا تقول له أبوك وجدك كان يعمل كذا، قال لك يا أولاد هذاك كانوا قرويين، يعني كانوا يعتبرونهم قرويين. أما الآن هم حذاق، هم طيحوا لنا كل التراث. تجي تقول له يا أولاد البنطلون هذا عيب أنت بن فلان، قال لك إيش الناس مع التحضر، يا أولاد أبوك كان
ما يعجبوش هذا الكلام. اشتحت يا رجال. قال لك ما يا ولد هذا كانوا جهال. ابوك نفسه تجي تحكي بينك انت التقصير هذه لما كنت يا هذا حسب الموضوع هذا كنتم بالعهد القديم. قال له ويرجع الاب يلوم نفسه. قال له هذا يا ابني كان العهد العفيف، هذاك العهد اللي كان متمسك به رسول الله وما بعده. اما ذا العهد هو عهد يهود. قال له مكانكم جهال، يعني يرجعوا له منهم بالمقاله. وهذا تأثير كما قال الأخ الثقافة المغلوطة اللي دخل علينا، مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا أنا أخذ كلمة من الأخوين طبعا، واختم مع الإخوة طبعا بنشيد بتوشيح بسماع له وقع خاص في هذه الأيام المباركة، أيام عيد الأضحى المبارك. الأستاذ خليل أحمد قايد، وأيضا الأستاذ عبد الباسط عبد القوي وعبد الله الشعبي. تفضل أستاذ. رسالتك اليوم يعني لأبناء هذا المجتمع، يعني الحديث اليوم ذو شجون عما يتعلق بالعادات والتقاليد، والحسرة حاضرة، لأنه عندما نستذكر الكثير من المواقف، الكثير من العادات، الكثير من الموروث الحضاري الثقافي الشعبي قد اندثر. ألم وحسرة، أليس كذلك؟ والله الحسرة موجود، ولكن رسالتي إلى المجتمع وإلى كل الشباب وإلى كل الآباء والأمهات، كونوا على ما يرضي الله وتمسكوا بما كان عليه آباؤكم من عادات وتقاليد حسنة، ومن ضمنها إرضاء الوالدين وزيارتهما، وزيارة الأرحام هو رضا الوالدين أيضا. هذا ما علمنا آباؤنا قديما، كانوا يأخذون إلى بيوت الأهل بجوارهم حتى أصبح مرتبط العادة في الدين، يعني فيما هو قربة في يوم العيد، فصار شيء مربوط. قبل ما نتعلم أنه سنة وعبادة تعلمناه عادة فوجدناه عبادة ونحن أطفال. فرضاء الوالدين له معنى كبير، وأيضا تمسكوا بما ورثتموه من آداب وأخلاق في مواسم المواسم التعبدية أو مواسم الفرحة أو مواسم العيد. وختاما خصوصا في هذا العيد أقول لبيك اللهم وإن قست القلوب، لبيك اللهم لبيك وإن كثرت الذنوب، لبيك اللهم لبيك وإن لم نصلي في بيتك المحرم، لبيك اللهم لبيك وإن لم نقف في عرفات، لبيك وسعديك والخير بين يديك. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. نعم. وعيدكم سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. زيارة قبر النبي المصطفى وحج البيت. الأستاذ عبد الباسط عبد القوي، عيد وعادات، ماذا تعني لك هذه العبارة؟ عيد فرحة وعادات تمسك بالجذور الأصيلة. أحب أن أضيف لما قلته سابقا أن كان من ضمن العادات أن كل قرية لها يوم العيد تجمع الطبول والزينات وتذهب إلى ساعات الصلاة، وبعد الصلاة تتصافح القلوب قبل الأيدي. ثم من شدة كان فرحة الناس بالعيد كان حتى الأموات يشاركون فرحهم بالعيد. بعد أن يذهب الناس كلهم من مصلى العيد يتجهوا إلى المقبرة للدعاء للأموات والزيارة والدعاء لهم. التوصيات حقي بأيام العيد ندعو أبناء شعبنا اليمني خاصة في هذه الظروف الصعبة عدم المبالغة في ملابس العيد وخصوصا الأطفال، عدم المبالغة والتباهي بالعيد، التراحم، صلة القربى. الناس الآن الأصبح إذا ما معوش مادة ما يصلش رحمه، لأنه زيارة الأرحام بتكلفه وبيحتاج لهدايا وبيحتاج وهذه من ضمن العادات السيئة. زيارة الرحم ما تحتاج المادة ولا تحتاج مبالغة، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك. طبعا الأستاذ قبل أن نسمع الختام من الأخ عاصم والأخ حسين، أسمع من الأستاذ عبد الله الشعبي رسالتك اليوم. يعني شوف حديثنا اليوم كان ممزوج ما بين الماضي والحاضر وما بين الفرحة والحسرة. يعني احنا بنفرح بالعيد ونتحسر على عادات وتقاليد قد ذهبت واندثرت، وذاك من المعيب يعني بحقنا احنا كشباب أو كجيل صاعد. ومن المؤلم أنه هذه الأشياء غير موجودة أصبحت، وهذه العادات أصبحت من الماضي
مع أنها كانت عادات حسينة، عادات مليحة، عادات حلوة وجميلة، تؤكد على مدى الترابط والتآلف وتعمق روح المحبة، روح التسامح، روح التصافح، وترسم على محيي الجميع الابتسامة، الصغير قبل الكبير. رسالتك؟ رسالتي لأبناء وطني بأن يحافظوا على العادات الجميلة والعادات الحسنة في الأعياد وفي الأفراح. فنقول لهم عليكم أن تتمسكوا بكل عادة جميلة، عادة حميدة، عادة رضى لنا بها أن نتخذها شرعا الإسلامي، نتمسك بها، نحافظ عليها، نحاول أن نعيدها إلى مسارها الطبيعي كما كان سالفا عند الآباء والأجداد. نعم. وأقول لهم عليكم بأخذ ما كان عليه آباءنا وأجدادنا في الأسلاف وفي الأعراف وفي الزواج وفي الأعياد، وهو تأدية الواجب، وخاصة في الأعياد الذهاب إلى الأقارب، الذهاب إلى الأرحام، إلى الأصدقاء، إلى الأعزاء، إلى الشخصيات الذي نحبهم ويحبون. نحاول أن نغرس في نفوسهم الفرحة والبهجة والسرور. وكذلك أضيف نصيحتي إلى الشباب الذين يدخلون على وسائل التواصل الاجتماعي بأن يأخذوا كل شيء جميل، بكل شيء حضاري، بكل شيء لائق بنا كمسلمين كعرب، نبتعد عن الأشياء الدخيلة علينا والثقافات الغربية الدخيلة علينا التي نحن في غنى عنها. شكرا جزيلا. طبعا نختم مع الأخوين طبعا حسين الحجازي، عاصم الحسيني. نريد أن نسمع منك ما يتعلق بالعيد. تفضل. أيها النبي الكوكب الدري، إمام الحاضرة سلطانها الغيبي. يا أيها النبي الكوكب الدري، أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي. وترى الخيام وانظر المقام، أقرأ السلام عليك في أوقاتي. أيها النبي الكوكب الدري، أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي. وإني إذا سعيد وكل دهري عيد، مباركا جديد بالخير والصلات. أيها النبي الكوكب الدري، أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي. ومتى راقبا متى راقبا والقبة الحمراء، طلعة الغراء أشرف الروضات. أيها النبي الكوكب الدري، أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي. يوم ترى النخيل والسيح والسبيل والوادي الجميل والسيل في قناتي. أيها النبي الكوكب الدري، أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي. فتلك دار المصطفى، دار الوفا، دار الصفا، نالت بطاها شرفا مطرز السمات. يا أيها النبي الكوكب الدري، دائما
إمام الحضرة سلطانها الغيبي وهذا اللواء والخاتم ويا سر آدم يا سراج العالم يا كوكب المشكاة يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيبي وآياتك الدلائل من أوضح الآيات مقامك المحمود وحوضك المورود يا أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. صح لسانك، ونسأل الله عز وجل أن يبلغ سلامنا في هذا المقام طبعا، وفي ختام هذه الحلقة للنبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. شكرا لكم ضيوفي الأعزاء، شرفتونا طبعا في هذه الحلقة، وحديثنا كان ذو شجون حول العادات والتقاليد والموروث الشعبي والموروث الحضاري. وعاداتنا هي هويتنا وبها نبقى، ويستمر طبعا الحديث عن جيل بعد جيل طبعا عندما تكون هناك العادات والتقاليد أصيلة ومتجذرة. كانت الرسائل مهمة جدا في أن نعض على تلك العادات الحميدة والجميلة التي عاشها الآباء والأجداد في هذه المحافظة الأبية، نعض عليها بالنواجد ونورثها طبعا للأجيال جيلا بعد جيل. إذن مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عيد وعادات. تقبلوا خالص التحايا مني أنا جلال الحداد ومن كافة طاقم العمل. نلتقيكم في حلقة جديدة بمشيئة الله مع العيد والعادات. حتى ذلكم الحين دمتم ودام الوطن بخير. كل عام